بقى نعمل مع بعض النهارده الفراخ المشويه في الفرن دي بطريقه جميله جدا بقى، ولا تتبيله ولا اي حاجه بقى، ولا تعب ولا مجهود ولا اي حاجه. في ثواني كده هتعملي احلى فراخ في الفرن كده. وعايزه اقول لكم هنشوف الخضار اللي هنعمله فيه كده. عايزه اقول لكم الفراخ جوسي وجميله جدا، طعمها تحفه بجد، تحفه قوي يعني. سيبنا بقى من التوابل الكتير اللي بتبقى بتغير طعم الفراخ ولا اي حاجه دي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى هنعمل ايه؟ انا جايبه فرخه بقى كده، نقعتها في محلول النقع بتاعها وبيتها في المحلول بتاعها، معلقه ملح، معلقه سكر، رشه جنزبيل، وعصير ليمونه كده، ورميت القشر فيها وسبتها بقى للصبح كده منقوعه في محلول الملح. عايزه اقول لكم مستحيل مستحيل بجد ان انت تلاقي اي زفره في اي فراخ بالطريقه دي، او سمك او اي حاجه. المحلول ده مستحيل تلاقي فيه اي زفاره. هنا بقى جبت الفرخه بتاعتي، جبت صينيه كده حطيت فيها شويه من الزيت. طبعا لازم نبقى حريصين جدا على الزيت. نجيب سرنجه كده وندي يعني يا دوب 3 سنتي من الزيت كده، او 5 سنتي بالكتير قوي من الزيت لما تكون الاكله كبيره. هنا بقى جبت البطاطس بتاعتي، جبت حبيتين بطاطس كده قشرتهم، وطبعا غسلتهم حلو قوي بقى، وهقطعهم حلقات كده. طبعا مش تخينه قوي ولا رقيقه قوي، علشان تبقى مستويه معايا وفي نفس الوقت ما تتهرش معاكي كده. هقطع بقى الخضار بتاعي. عايزه اقول لكم الخضار ده بجد بامانه جربوه هتاكلوه قبل الفراخ. يعني بجد بصراحه الخضار مش بيفضل منه اي حاجه، وطعمه جميل جدا، ولا تقالي بقى ولا اي حاجه خالص في الحر ده. هنشوف بقى عملناها ازاي. انا هنا طبعا الفرخه هشوحها بقى واديلها صدمه كده لحد ما يبقاش فيها اي دم ولا اي حاجه. يمين في شمال في شمال في يمين كده لحد ما تاخد الصدمه معايا واللون بتاعها يغير كده وتبقى جميله جدا. خلاص بقى هنسيب المرحله دي بقى. هنطلع الفراخ بقى في طبق في جنب كده، وهنعمل الخضار بتاعنا. الخضار بتاعنا عباره طبعا على حبتين بطاطس زي ما انا قلت لكم قطعناهم حلقات. معايا هنا طماطم، معايا فلفل اخضر رومي، ومعايا فلفل حراق، ومعايا جزره، ومعايا بصلتين كده. كل غسل الخضار بتاعي كويس قوي بقى ومنضفاه كده مفيهوش اي حاجه. جيب بقى اقطع البصل حلقات. وطبعا بقى جايبه لكم مفاجاه مفاجاه، اسمعوها بقى، جميله جدا. طبعا هنقطع بقى البصل بتاعنا كده حلقات، وهنفككه من بعض بقى، مش هنسيبه كده، هنفككه من بعض خالص. واقطع بقى الطماطم بقى والجزر، كل ده هنقطعه حلقات، والفلفل وكل حاجه. شايفين اهو. انا اجيب بس الفرخه دي، انتوا عارفين معنى ان انا اجيب فرخه يبقى انا صارفه ومكلفه. والله العظيم ما عارفه اقول ايه بصراحه. بس انا يعني انا كنت حابه، انا كنت عملت اضراب عليها فتره بصراحه يعني، بس كنت حاسه ان انا هفتانه كده، فقلت ما يجراش حاجه بقى. اجيب في الاسبوع بقى فرخه كده، ولا كل اسبوعين فرخه كده، يعني نعزم الحبايب بقى على الفرخه دي. الفرخه دي انا عازمه عليها يعني حوالي 13 14 نفر كده. بصوا انا بستغل الفرخه من اول ضفر رجليها لحد الزعروره اللي فوق دي في راسها كده. شفتوا الزعروره اللي قدام دي في الفرخه؟ احنا بناكلها يعني. الزعروره دي انا هديها الرحيم نايبه. ما احنا بقى الفرخه عليها حوالي 15 نفر، فهقسمها بقى كده واحد هياخد الرجل وواحد هياخد الرجل التانية، يعني واحد جناح كده يعني. احنا بقى مدبرين وموفرين. الفرخه دي انا جايباها بالقسط، يعني انتوا شفتوا الحاج شريف الزلاط. طبعا المفاجاه بقى اللي اقولها لكم بقى، طبعا الحاج شريف الزلاط ده اللي هو بيبيع اللحمه بالقسط كده. هو راجل كريم جدا والله العظيم، ربنا يصلح حاله يا رب. يعني بيبيع اللحمه، كيلو لحمه ب 280 جنيه بالقسط. ما بيعملكيش اي حاجه، بياخد بس منك وصلين امانه على بياض وصوره البطاقه. وكل ما تخلصي تمن الفلوس القسط بتاعك، تاخدي عضمية كده تعملي عليها طبق فتة. والله العظيم مش عارفة نودي جمايلك فين يا زلطة فندي، ومن غيرك لا نروح ولا كنا نروح ولا كنا نيجي. يعني انا اروح اجيب كيلو لحمه وامضي على وصل امان. على فكره انا جامضي على الفرخه دي يعني قبل ما اجيبها. عن الفرخه دي انا بصمه بصوابع ايديا وصوابع رجليا وانا بجيبها. يعني لحد ما اودي كده. ده انا كنت عايزه ارهن الواد رحيم قبل الفرخه دي يعني عند بتاعه الفراخ لحد ما اودي لها الفلوس. اخد رحيم وهي تاخد الفلوس. هنا بقى شايفين جبت الصينيه
رصيت فيها البطاطس بتاعتي الحلقات دي، ما انا لازم ادلعها. ومعايا الجزر بقى، جزرايه بقى كبيره كده حلوه، جزرتين كده قطعيهم، الجزر بيبقى طعمه جميل جدا في الصينيه دي. قطعت بقى حلقات البطاطس ورصيت حلقات الجزر. جيب بقى شويه من البصل كده برضو وشويه من الفلفل الاخضر، وهرشهم مع ايه كده برضو، هرصهم معاها. شايفين؟ كتريش بقى كده يعني، عشان لسه ايه نحط على وش الصينيه كده بقى وندلع الصينيه، ندلعها، الدلع كله يا جماعه، الدلع كله عندنا فضائيه، جبنا فرخه. كل ما اجيب فرخه كل ما نعمل فرح في البيت. ده احنا بصوا بقول لكم ماضي رهنا الواد قبل الفرخه دي يعني انا جايبه الفرخه ورهنا الواد رايحين هناك عند بتاعه الفراخ على ما اديلها الفلوس. هحط بقى شويه هتصيت الفراخ بقى كده، وهحط شويه البصل والفلفل اللي باقيين، والطماطم بقى هرصها على الوش كده. وبصوا بقى مظبطه التظابيط، هظبط التظابيط بقى كده، ايه اهم من الشغل تظبيط الشغل. شايفين؟ يا سلام يا سيدي يا سيدي على الجمال. عايزه اقول لكم بقى كمان، لو فلفل احمر بقى واصفر كده الوان، الفلفل الاحمر والاصفر الالوان دول بيخلوا شكل الصينيه تحفه، وكمان طعمها حكايه. هنا بقى ايه شايفين اهو. انا بقى ايه رأيي الواد رحيم مرهون هناك على الفرخه دي. انت جبت سجاير؟ ايوه معاك يما، جبت 4 سنين. 4 سجاير؟ لا انت عازم حد معاك على ال4 سجاير دول ولا ايه؟ لا ما شاء الله، محسن انت اول مره تشوفيني وانا بعتها كده 4 سجاير. احنا على الفضائيات يعني، فرخه بالقسط وكمان 4 سجاير؟ بذمكم ما صعبنا عليكم يا جماعه؟ انا خلاص بدات يعني، ده انا بدات اتسول على اليوتيوب. وريك جايب فايد. ده انا المفروض اصعب على بتوع اليوتيوب دلوقتي، وبصوا يقبضوني قسما بالله. هنا بقى ايه رشيت، حطيت بقى معلقه من الملح كده، ورشه من القرفه، ورشه من بهارات الفراخ. الله، ويا ده الحلاوه دي. شايف بذمتك ايه رايك في الصينيه؟ انما انا بعمل احسن منك. حطيت بقى ورق اللورة. اه الصراحه. شايفين الجمال؟ لو حياة النعم، حياة النعمة تستاهل، تستاهل ان انا امضي على وصل على بياض. الزلاطة فندي بيقول لك بيبيع الكيلو اللحمة بالقسط والراجل الله يكرمه بيمضيك بس على وصلين امانة على بياض وصورة البطاقة. وكل ما تسد تمن الكيلو اللحمة تاخد حتة عظمة هدية تعمل عليها طبق فت. جميل والله. ايه رأيك في الزلاطة فندي ده؟ نروح له في عصر في عصر الزلاطة فندي. ادعوا له الله يعمل بيتك. هنا بقى ايه رشيت رشه الفلفل الاسود، وهسيب بقى الفراخ تستوي معايا كده. وهنا بقى يا اختي الغطا صاحي ولا ايه؟ هنا بقى هتعامل بالسرنجه، هجيب سرنجه بعد كده للزيت، اديلها حقنه زيت للشعريه عشان نحمر بيها. ما هو يعني ايه، لم النعمه تلمك كده. احنا روح يا شيخ وتعالى بسرعه. ايه رايك اما نروح نمضي على وصل امانه عند الحاج الزلاط ونجيب كيلو لحمه، ايوه ان شاء الله، ما هي دي اللي ناقصه. ونجيب حته عضميه عليها. ما عدناش واكلين لحمه زياده. ليه خلاص. بتجيب لنا قرص؟ اللحمه بتجيب لنا قرص يا جماعه، احنا بنخاف على صحتنا، احنا ناس محافظه، احنا ناس محافظه. هنا بقى الشعريه احمرت معايا كده، وهقلب بقى ايه اشوح فيها الرز كده بمعلقه ملح. الصراحه. كمان بقى ايه بحب احط كمان معلقه من الكركم كده على الرز بالشعريه، بيدي لون حلو قوي، بس انا ما عنديش كركم طبعا فمش هحط. طبعا غريبه دي ان حد يحط معلقه الكركم على الرز بالشعريه، بس بجد بتبقى طعمها حلو قوي، وتبقى شكلها جمال كان زي الرز البسمتي. هنا الفراخ بقى بعد ما استوت كده هدخلها بقى تاخد لون ايه تحت الشوايه كده في الفرن. شايفين بعد ما خرجت من الفرن، احنا في عصر السرعه، دخلناه وخرجناه في ثواني. شايفين شكل الصينيه تحفه بجد، جميل جدا. تاكلوا صوابعكم وراه، حاسبوا بقى على صوابعكم كده وانتوا ايه، انتوا بتاكلوها بجد بامانه يعني. والله يا الخضار جماعه احلى. اكلنا صوابعنا كلها كامله وما شاء الله اهي. انت ولا صوابعك صوابع ولا اي حاجه، الصوابع كامله و100%. انت بضوافرها. انت عندك 10 صوابع بس، وما انا سايبه لك امبارح 11 صابع، ما لسه في صابع ناقص. الصراحه. شايفين الشغل؟ طب بذمتك شغل فخر من الاخر دي. بصوا بقى انا بقى والله نفسي ارفع لكم الكواليس بتاعتنا. الصراحه.